واحده بتقول لي بستنى جوزي ينام يا معلمي في ظل غيابي عنك الفتره اللي فاتت دي يا معلمي. قابلني واحد صاحبي جميل قوي افتكرته حقن بوتوكس، قال لي لا هو انا الفتره دي زايد شويه فعلا. زايد ومقابلني في اول يوم رمضان؟ معقوله؟ لا اوعى تقول. زي ما انت توقعت كده معلمي، دايت رمضان، وزي اي خطه شاب بيحاول يخس في رمضان هنجري قبل الفطار بساعه، هنقلل الاكل، هنروح الجيم. ستوب بقى، جيم ايه ده اللي بعد الفطار؟ ده انا لو ببقى ضارب بنج بعد الفطار مش هدروخ وانام بعديه كده. المشكله ان الشخصيه دي هي اللي بتنزل الستوري اللطيفه اللي بعد الفطار بتاعت تم تعبئه الكرش بنجاح. سيريخ ده الشخصيه دي برضه هي اللي في اول يومين رمضان بيبقى شيخ. احنا هننزل نصلي التراويح النهارده يا عم ماشي، احنا هنختم رمضان ده يا عم ماشي، احنا هننزل نفطر الناس في الشارع. لا انت كده بتحاول تفطرنا. انا مش عارف هو بيحاول يخلص الخير كله في يومين، باقي الشهر ومفيش مسلسل مش عارف احداثه. يا جدع ده مفيش خيمه رمضانيه ما قعدش عليها، ده بيبقى عنده جدول بمواعيد المسلسلات وقعداتهم ادق من جدول الثانويه العامه. المهم يا معلمي، يعني بعد ما قررت اقطع علاقتي بالمريض ده وقلت انا هتواجه والتزم باقي الشهر، بس يعني قابلتني بعض العقبات البسيطه. بعيدا يعني عن كل ما افتح التلفزيون بيجي في دماغي جمله واحده في رمضان. بمناسبه رمضان يعني ليه تكلمني من رقم غريب وتقول لي انت كسبت وانا رمضان؟ يا لا الحلاوه دي. تعرف يا معلم انا بشوفه مين؟ عارف الشخصيه اللي بيعملها احمد رمزي ده بالظبط كده. لازم نفطر يوم مع بعض. ليه انت لما بتقولها في الجروب بتختفي وتقفل تليفونك؟ سؤال بكل هدوء، حضرتك مجنون؟ وتلاقيه اول واحد بيعترض على اي ميعاد. انت كده بتوصل لنا ان احنا هنفطر يوم مع بعض بجد بقى. بعدين خد هنا نفطر، انت بتنام الفجر لغايه المغرب. مش كده لما تقعد معايا يقول لك ده رمضان صعب قوي السنه دي، ما تخلينيش اشخط فيك وازعلك بقى. كنت نزلت لك يا معلمي ستوري على الانستجرام بسالك فيها انت بتعمل ايه او بتقضي يومك ازاي في رمضان. يعني انا هقرا الاجابات وربنا يستر. واحد بيقول لي بقعد اتفرج على فيديوهات اكل وبعدها بندم وانام. ده نوع جديد من انواع جلد الذات، يعني ربنا يشفيك ان شاء الله. بعد الفطار بشرب شاي بلبن وانام واصحى اتسحر وانام تاني وهكذا. وناوي تعيش رمضان امتى؟ بعد العيد؟ مخاصي راح في ده ستوب. انا مالي يا صاحبي مخاصيص وانا كنت في بيت اهله. بشرب ميه في عز النهار وبنسى اني صايم. ربنا كريم، طالما ما اكلتش نص فرخه ونسيت يبقى كمل. حبيبي يا زوز منور الدنيا يا عم. بقول لك حبيبي يا عم ده نورك. واحده بتقول لي بستنى جوزي ينام واولع صواريخ وارميها عليه وهو نايم، وبتزعله لما تطلق. ليه بطلت تعمل فيديوهات؟ ابوس ايدك يا حسن افطر وبعد كده ابعت لي. ما بعملش حاجه، ده مش طايق تليفونه اساسا. بص يا معلمي تعالى بقى نخش على الفقره اللي ربنا يستر فيها، فقره رد على الكومنتات. احمد انت بتتكلم بسرعه فشخ كده ليه؟ عشان انا مجنون. مريم حسبي الله ونعم الوكيل. يا جماعه بس اللي ما يعرفش انا بعمل برنامج ساخر، فمريم اكيد قصدها اللي بتكلم عليه ان شاء الله. لغه المسافات لو تتكلم ابطا شويه هيكون احسن جدا. بص لغه المسافات انا بحاول ارافق الفيديوهات كنوع من انواع التجديد. نادر يا عم انت قديم، يا عم انت اللي جديد فشخ. جمال من افضل المحتويات اللي شفتها، والله الواحد مش عايش في الدنيا دي غير بحب الناس. احمد عاوز تتشهر، ما اكيد يا احمد. ايه يا احمد من امتى بنسال الاسئله دي؟ ابراهيم لذيذ اعوذ بالله. ايه ده؟ ده ايه ده؟ يعني افرح ولا ازعل ولا اقول لهم ايه ده؟ احمد كفايه معلمي دي بقى بتصدع، ما كانوش 89 مره اللي قلتهم في الحلقه. يعني انس فضل انت مالك بالناس يا عم، سيب الناس في حالها. وانا بصراحه تخيلت الراجل اللي قاعد على القهوه بكوبايه شاي وبيقول لي سيب الناس في حالها، فان شاء الله يعني من عينيا حاضر. طبعا معلم الانستجرام هيبقى تحت هنا في الكومنتات، وينزل عليه هناك في ستوري سؤال الحلقه الجايه، وهينزل برده سؤال الحلقه في ستوري هنا. ما تنساش بس يا معلم وانت بتعمل كومنتات على الفيديو ده ان انا هرد عليك بفيديو الحلقه الجايه، فيا ريت انا معلم تبقى كومنتات لطيفه. وما تنساش يا معلم تقول لك اتكلم عن الحلقه الجايه. يلا سلام.